السلام عليكم ورحمة الله. طلاب تالتة ثانوي، النهاردة إن شاء الله هنكمل حل الدرس الأول التيار الكهربي وقانون أوم. هنبدأ بجزء المقاومة الكهربية. السؤال 46. قال لك سلك معدني طوله 20 متر، ده اللي هو الطول أو ال، ومساحة مقطعه نص سنتيمتر مربع، ده اللي هو ال، والمقاومة النوعية لمعدنه الرقم ده اللي هو رو ايه. قال لك فإن المقاومة الكهربية للسلك تساوي، هو عاوز قيمة الار يا شباب. طبعا الار المقاومة الكهربية بتكون عبارة عن رو ايه في ال على ايه. نعوض مع بعض بقى. عندك المقاومة النوعية اللي هو الرقم ده 10 أساليب 7 في الطول 20 متر، يبقى 20 مساحة المقطع بنص. بس بقى ركز معايا، قال لك ايه؟ نص سنتيمتر مربع. انا عاوز احوله الى متر مربع. اضرب في كام؟ اضرب في 10 أساليب 4، يبقى نص في 10 أساليب 4. نحسب مع بعض الكلام ده. هنا 10 أساليب 7 في 20 على نص في 10 أساليب 4، تطلع معاك 4 من 100. ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك سلك من الحديد طوله الرقم ده. هنا مدوك قيمة ال اللي هو الطول، نصف قطر مقطعه نص ملي متر، ده اللي هو نصف القطر أو الآر. قال لك وصله ببطارية فكان فرق الجهد بين طرفيه 5 فولت. هنا مديك الفي. قال لك إذا علمت أن المقاومة النوعية للحديد هو الرقم ده، مدوك قيمة رو إيه؟ قال لك أنا عاوز التيار المر في السلك، يعني عاوز قيمة الآي يا شباب. طيب أنت عندك الآي عبارة عن الفي على الآر، صح؟ الآي عبارة عن إيه؟ عن الفي مقسومة على الآر. أنت عندك الفي بس مش عندك الآر. الأول أجيب الآر. أنا عارف إن الآر عبارة عن رو إيه في ال على إيه. طب المساحة مش عندك، بس أنا ممكن أفك الإيه لباي آر تربيع. أنا عندك باي آر تربيع. نعوض مع بعض يا شباب. عندك المقاومة النوعية الرو إيه عبارة عن 10 أساليب 7. الطول عندك عبارة عن 3 علامة 1 4. الباي مديها لك نفس الرقم 3 علامة 1 4. ركز بقى كده معايا. هنا نصف القطر اللي هو الآر، أنا عاوز أحوله من مليمتر إلى متر. أضرب في كام؟ أضرب في 10 أساليب 3. فأقول لك هنا نص في 10 أساليب 3، وطبعا هنا ار تربيع فأربع الكلام ده. نحسب بقى مع بعض قيمة الار. طبعا الرقم ده في البسط يروح مع نفسه في المقام. تطلع المقاومة الكهربية بتساوي 4/10 أوم. طب احنا قلنا من شوية إن الآي بتكون عبارة عن الفي مقسومة على الآر. الفي عندك بكام؟ ب5 فولت، يبقى 5 على 4/10. تطلع معاك 12.5، يبقى هيساوي 12.5 أمبير. ده اللي هو الاختيار د. سلك طوله 200 متر، ده اللي هو ال أو الطول. المقاومة النوعية له، ده اللي هو رو ايه. يمر خلال مقطعه 2 في 10 أس 19 إلكترون، يبقى ده اللي هو الN أو إيه؟ عدد الإلكترونات يا شباب خلال الثانية الواحدة، يبقى التي عندك ب1 ثانية. قال لك عند توصيله بمصدر فرق الجهد بين طرفيه 64 فولت، ده اللي هو الفي. قال لك أنا عاوز نصف قطر مقطع السلك يساوي، يعني هو عاوز قيمة الار سمول.
طيب دلوقتي يا شباب، عشان اجيب نصف القطر، الار سمول موجوده فين؟ موجوده في القانون بتاع المقاومه الكهربيه اللي هو الار. عشان اجيب نصف القطر لازم الاول اجيب المقاومه الكهربيه، صح؟ عشان اجيب نصف القطر لازم الاول اعمل ايه؟ اجيب المقاومه الكهربيه. طب انا عارف ان المقاومه الكهربيه ار عباره عن الفي مقسومه على الاي. انت عندك الفي بس ما عندكش الاي، فلازم الاول اروح اجيب الاي. طب ما انا عارف ان الاي عباره عن ان في ايه مقسومه على التي. ده الفكره العامه للسؤال. يبقى انا بفكر ازاي؟ هسال نفسي سؤال، انا عاوز نصف القطر اللي هو الار سمول. طب الار سمول ده موجود فين؟ موجود في القانون بتاع المقاومه الكهربيه اللي هي الار. طب ما انا عارف ان الار عباره عن في على اي، الفي عندي بس الاي مش عندي، فاروح الاول اجيب الاي من القانون بتاع ان في اي على التي. يبقى احنا بقى نمشي من ورا لقدام. نجيب اول حاجه الاي عباره عن ان في اي مقسومه على التي. الان عندك 2 في 10 أس 19 الكترون. طبعا الاي عباره عن 1 و6 في 10 أس 19. التي عندك 1 ثانيه. عندك الرقم ده يروح مع الرقم ده، يتفضل عندك هنا 2 في 1 و6 من 10. تطلع عندك الاي بتساوي 3.2 امبير. كده والله احنا جبنا قيمة الاي. نجيب بقى الار اللي هي عبارة عن الفي مقسومة على الاي. الفي عندك 64، الاي جبناها من شوية عبارة عن 3.2. يبقى 64 على الرقم ده تطلع معاك 20 اوم. طيب انا عارف ان المقاومة الكهربية ار بتكون عبارة عن رو اي في ال على باي ار تربيع. ركز بقى كده معايا. لو انا عاوز اجيب الار يا شباب، هنا الار سمول عليها تربيع، يبقى الاول كده اخد الجذر بتاعنا، اخد الجذر التربيعي طرفين في وسطين. هنا الار مقامها 1، احنا قلنا الطرف البعيد دايما في البسط، يبقى الطرف ده يا شباب فين؟ احطه في البسط اللي هو عبارة عن رو اي في ال، رو اي في ال. والطرف القريب في المقام اللي هو عبارة عن باي ار كابيتال. نعوض بقى كده مع بعض. هنا المقاومة النوعية مديها لك عبارة عن 3 علامة 1 4 في 10 أسالب 7. الطول 200 متر. الباي مديها لك 3 علامة 1 4. المقاومة الكهربية ب20. الرقم ده يروح مع الرقم ده، نحسب مع بعض. يبقى جذر 10 أسالب 7 في 200 على 20. تطلع معاك 10 أسالب 3. ده اللي هو الاختيار ج. بيقول لك إذا زاد طول سلك من النحاس إلى الضعف، قال لك إيه؟ زودنا الطول للضعف، يعني ال2 عبارة عن 2 ال1، ونقصت مساحة مقطعه إلى النصف، يعني A2 عبارة عن نص A1. قال لك فإن مقاومته مالها بالظبط، يعني هو عاوز الار 2 يا شباب. طبعا الار المقاومة الكهربية عبارة عن رو ايه في ال على ايه، هو نفس السلك، يعني طبعا نفس المقاومة النوعية نفس رو ايه. نقارن بقى كده، هقول لك ار1 على ار2. عندك المقاومة ار مع الطول ال علاقة ايه؟ علاقة طردية، يبقى هنا ال1 على ال2.
طب والار مع الايه علاقة ايه؟ علاقة عكسية. فاقول لك ايه 2 مقسوم على ايه 1. ال 1 زي ما هي. عندك ال 2 بكام؟ ال 2 ب 2 ال 1. يبقى انا اشيل ال 2 من المقام واحط مكانها 2 ال 1. طيب عندك ايه 2 بكام؟ بنص ايه 1. يبقى انا اعوض عن ايه 2 بنص ايه 1 يا شباب. وعندك ايه 1 في المقام زي ما هي. طب احنا عملنا كده ليه؟ عملنا كده بحيث ال 1 تروح مع ال 1 وايه 1 تروح مع ايه 1. يتفضل عندك نص على الاتنين يعني ربع. فاقول لك ار 1 على ار 2 نص على الاتنين يدوك ربع. طرفين في وسطين يبقى ار 2 بتساوي، بص كده معايا، ار 2 يا شباب هتكون عبارة عن 4 ار 1. ادي عندك 4 ار 1. يبقى المقاومة الكهربية تزداد الأربع أمثال. ده اللي هو الاختيار ج. بيقول لك عند زيادة طول موصل للضعف، يعني ال 2 بتساوي 2 ال 1 ونقص مساحة مقطعه للنصف، يعني ايه 2 بتساوي نص ايه 1. قال لك فإن المقاومة النوعية لمادته، طبعا المقاومة النوعية لنفس المعدن بتكون مقدار ثابت. المقاومة النوعية لا تعتمد على الطول ولا تعتمد على مساحة المقطع، سواء أنا زودت الطول أو نقصت الطول أو زودت المساحة أو نقصت المساحة، فالمقاومة النوعية مقدار ثابت يبقى لا تتغير. المقاومة النوعية تعتمد على إيه؟ تعتمد على نوع المادة. نوع المادة، لأن اسمها مقاومة نوعية يبقى نوع المادة. بيقول لك ثلاث أسلاك متماثلة إكس واي زد يتصل كل منها بفرق جهد في، يبقى هي عندها نفس فرق الجهد، فبالتالي الفي عندك هنا مقدار ثابت حفظت عند درجات حرارة. قال لك 3 تي 2 تي تي على الترتيب لفترة من الزمن. قال لك أي من هذه الأسلاك تتصادم الإلكترونات الحرة مع ذراته بمعدل أكبر. هنا أنا عاوز أكبر معدل تصادم للإلكترونات مع الذرات، طبعا أكبر معدل تصادم يعني أكبر درجة حرارة، ده اللي هو سلك إكس. أنا كل ما أسخن أكتر كل ما أزود الطاقة الحركية بشكل أعلى، فلما أزود الطاقة الحركية للذرات طبعا هيزداد عندك معدل التصادم. طيب قال لك يمر به تيار كهربي عنده شدة أكبر. طيب دلوقتي أنا عارف إن الأي بتكون عبارة عن الفي مقسومة على الار، وانت عندك الفي هنا مقدار ثابت. يتفضل بس عندك ان الاي عكسي مع الار. لو انا عاوز اكبر اي يبقى اختار اقل مقاومة كهربية، واقل مقاومة كهربية يا شباب يعني ايه؟ يعني اقل درجة حرارة، فاكبر اي يقابلها اقل ار، واقل ار يعني اقل درجة حرارة، طبعا اللي هو السلك زد. بيقول لك في الدائرة الكهربية المقابلة بتحريك ذلك الريوستات من موضعه تجاه الموضع B، أي من الاختيارات التالية يوضح ما يحدث بالدائرة. أول حاجة أنا عاوز أعرف طول سلك الريوستات المر به التيار. طب يا شباب دلوقتي أنت عندك اتجاه التيار بيخرج من القطب الموجب، هيمشي كده، بيمشي كده يا شباب، تمام. يجي عند الزلق يلاقي عنده طريقين، يا إما يمشي كده يا اما يمشي تحت كده. طيب انت عندك المسار اللي فوق ده مسار مفتوح، المسار ده يا شباب غير متصل مع القطب الاخر للبطاريه، فما ينفعش التيار يمشي هنا كده. امال بقى يمشي فين؟ قال لك يمشي تحت، يعني بمعنى اصح هو هيخرج من القطب الموجب كده يا شباب، يمشي كده لحد ما يروح عند الزالق، بعد كده ينزل تحت في الريوستات. فبالتالي في المره الاولى هو هيمشي الجزء ده، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه طول سلك الريوستات المر به التيار.
طيب دلوقتي بقى انا لما احرك الزالق تجاه اليمين تجاه النقطة دي، وليكن هو كان موجود في المكان ده كده يا شباب، اصبح موجود وليكن هنا كده اهو. فدلوقتي انت عندك التيار هيمشي من القطب الموجب، يمشي كده لحد ما يروح عند الزالق، بعد كده ينزل تحت في سلك الريوستات ويمشي كده. ففي المرة التانية قطع مسافة أقل يا شباب، في المرة الأولى مشي الجزء ده، في المرة التانية مشي بس الجزء ده، فبالتالي أنت عندك طول سلك الريوستات المر به التيار يقل، فأستبعد ألف واستبعد باء. تمام. بعد كده بيقول لك شدة التيار المر بالدائرة يعني الآي. طب والله أنا عارف إن الآي بتكون عبارة عن الفي بي مقسومة على الآر. دلوقتي المقاومة الكهربية قلت، في الأول خالص كانت كبيرة بالشكل ده، فالمقاومة الكهربية لما احنا حركنا الزالق تجاه اليمين المقاومة الكهربية قلت، المقاومة لما تقل فالتيار طبعا هيزيد، يبقى الاختيار ج هو الصحيح. بيقول لك أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين المقاومة R لعدة أسلاك من النحاس لها نفس الطول ومساحة المقطع لكل منها. يعني بمعنى أصح بيقول لك اعمل لي علاقة بين الآر مع الإيه. طيب القانون بتاعنا بيقول لك إن المقاومة الكهربية R بتكون عبارة عن رو إيه في ال على إيه. هنا المقاومة الكهربية الآر مع الإيه علاقة إيه؟ علاقة عكسية، ده اللي هو الاختيار ده. بيقول لك مجموعة من الأسلاك لها نفس الطول، يبقى دلوقتي أنت عندك هنا الطول ده مقدار ثابت، هو قال لك عندها نفس إيه؟ نفس الطول. قال لك بعضها من معدن إكس والبعض الآخر من معدن واي، يعني من معدنين مختلفين. والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين المقاومة الكهربية R ومربع نصف القطر ومقطع كل منها عند نفس درجة الحرارة. قال لك أي من العلاقات التالية صحيحة عند مقارنة التوصيلية الكهربية للمعدنين. يعني بمعنى أصح أنا عاوز أقارن بين السيجما إكس والسيجما واي. طيب دلوقتي أنا عارف إن الآر بتكون عبارة عن ال على سيجما في ايه. ده القانون بتاع المقاومة الكهربية. هنا مديك علاقة بين الار المقاومة الكهربية مع مربع نصف القطر، فعشان كده انا هشيل الايه يا شباب؟ هشيل المساحة واحط مكانها باي ار تربيع. تمام. طيب انا عاوز اقارن من حيث السيجما، فلازم اجيب السيجما في طرف لوحدها، فاقول لك السيجما بتساوي طرفين في وسطين. هنا الار مقامها واحد، احنا قلنا الطرف البعيد يتحط فين؟ الطرف البعيد يتحط في البسط اللي هو عبارة عن واحد في ال يعني ال، والطرف القريب يتحط في المقام، فانا هحط في المقام ار في باي ار تربيع. طب يا شباب هنا بقى انا عاوز اعمل حاجة مهمة، عاوز اقارن من حيث ايه؟ عاوز اقارن من حيث السيجما. طيب هو هنا قال لك نفس الطول، احنا قلنا لما احب اقارن احذف الثوابت، فاحذف ال لان هو قال لك نفس الطول، وهنا عندك الباي ده رقم ثابت نحذفه، يتفضل بس عندك متغيرين اللي هم الار مع الار تربيع. لما يكون عندك رسم بياني عشان اعرف اقارن لازم يكون بس عندك متغير واحد. طب هنا عندك الار ده يعتبر متغير، المقاومة الكهربية متغيرة، ومربع نصف القطر برضه متغير ما هو الثابت. انا محتاج يكون عندي بس ايه؟ متغير واحد. اعمل ايه بقى؟ قال لك تعالى والله على اي حاجه فيهم وثبتها. طب اثبتها ازاي؟ وليكن انا هثبت الار تربيع يا شباب، اجي هنا كده واخد خط اهوت، يبقى انا كده اخدت نفس القيمه للار تربيع للسلكين اكس وواي. يبقى كده عند اي نقطه هنا هيكون السلكين او الموصلين عندهم نفس مربع نصف القطر. بعد كده اخد مسقط هنا يا شباب اهو من الخط الاحمر ده، الخط ده قطع المحور اللي انا راسم عليه المقاومه الكهربيه، فده هنسميها الار واي، واخد مسقط من الخط الاخضر ده يا شباب اهو. تمام. وهنسميها ايه؟ هنسميها الار اكس. طيب مين بقى الكبير هنا؟ طبعا الكبير هنا اللي هو الار اكس. ليه؟ ما انا كل ما اطلع لفوق قيمه الار بتزيد، فبالتالي انت عندك الار اكس اكبر من الار واي. طب احنا قلنا السيجما مع الار علاقه ايه؟ علاقه عكسيه، فاعكس بقى، يبقى السيجما اكس هنا اقل من السيجما واي،
فيكون الاختيار ب هو الصحيح. بيقول لك الشكل المقابل يوضح موصل المقاومة النوعية لمادته رو ايه، وكانت مساحتها مقطعي طرفيه A و 2A. قال لك فإن قيمة مقاومته. طيب دلوقتي يا شباب أنا عارف والله إن المقاومة الكهربية R بتكون عبارة عن رو ايه في ال على ايه. الكلام ده امتى؟ الكلام ده لو عندك سلك عنده مقطع منتظم. مقطع منتظم يعني بمعنى أصح هيكون بهذا الشكل، يكون مساحة مقطعيه يا شباب عندها نفس ايه؟ نفس المساحة، يعني بمعنى أصح حاجة بالشكل ده. تمام؟ ده كده بنسميه سلك منتظم المقطع، فمقاومته هتكون عبارة عن رو اف ال على ايه. طيب هنا انا عملت ايه في المساحة؟ انا كبرت المساحة، كبرت الايه. فلما المقاومة الكهربية، فلما مساحة المقطع تزيد المقاومة الكهربية هتقل، يعني بمعنى اصح هتكون اقل من رو اف ال على ايه. يبقى الاختيار ج هو الصحيح. بيقول لك إذا علمت أن المقاومة النوعية للنحاس هو الرقم ده فإن. السؤال ده يعني بمعنى أصح كأنه بيقول لك عرف لي المقاومة النوعية. طب أنا عارف إن الآر بتكون عبارة عن رو إيه في ال على إيه. لو أنا عاوز أجيب الرو إيه هقول لك والله رو إيه طرفين في وسطين، هتكون عبارة عن ار في إيه مقسومة على ال. أدي عندك ار في إيه مقسومة على ال. طيب هو هنا قال لك إن المقاومة النوعية بتساوي كام؟ بتساوي 1.8 في 10 أساليب 8. ده اللي هو قيمة المقاومة النوعية. طيب عشان المقاومة النوعية تساوي الكلام ده هقول لك إن المقاومة النوعية هي نفسها المقاومة الكهربية إمتى؟ لما الإيه تكون بواحد والإل بواحد. ما أنا يا شباب دلوقتي لما أحط الإيه بواحد متر مربع وأحط الإل بواحد متر، يعني بمعنى أصح كأن حذفت ال والإيه. لما أحذف ال والإيه يتفضل عندك إن المقاومة النوعية بتساوي المقاومة الكهربية بتساوي الرقم ده يا شباب. تمام؟ فعشان كده هنقول إن المقاومة النوعية مالها بقى؟ هي نفسها المقاومة الكهربية لما المساحة تكون بواحد والطول يكون بكام؟ يكون بواحد. تمام؟ فهنقول هنا إن المقاومة النوعية هي نفسها مقاومة موصل من النحاس طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع بتساوي الرقم ده. نقول تاني احنا دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا إن رو ايه بتكون عبارة عن ار في ايه مقسومة على ال. المقاومة النوعية هتساوي المقاومة الكهربية امتى؟ لما احذف الايه واحذف ال. يعني بمعنى أصح لما أعوض عن الإيه ب1 متر مربع وأعوض عن ال ب1 متر، لما أعوض عن الإيه بواحد وأعوض عن ال بواحد، يعني بمعنى أصح كأني حذفتهم. طب أنا لما أحذفهم يتفضل بس عندك إن المقاومة النوعية اللي هي يعني رو إيه بتساوي المقاومة الكهربية اللي هي الآر بتساوي 1.8 في 10 أساليب 8. فبالتالي هنختار الاختيار ب. بيقول لك إذا علمت أن المقاومة النوعية للنحاس هو الرقم ده قيمة الرو إيه أو المقاومة النوعية. قال لك فأي مما يأتي يمثل طول ومقاومة سلك من النحاس. أنا عاوز الطول يعني عاوز ال وعاوز المقاومة يعني عاوز الآر. قال لك مساحة مقطعه 10 ملم مربع. هنا مديك الايه، يعني هو مديك معلومين، مديك الرو اي ومديك الايه وعاوز مجهولين، عاوز الار وعاوز ال. طب يا شباب لما يديك هنا مجهولين انا محتاج اقعد اجرب. تمام؟ طالما مديك اكتر من مجهول انا محتاج اقعد ايه اجرب. طب والله انا عارف ان الار عبارة عن رو ايه في ال على ايه. انا هجيب المعلوم في طرف والمجاهيل في طرف. انا عندي الار والال مجاهيل، فاقول لك الار مقسومه على ال. ركز بقى كده معايا، انا لما اقسم الار على ال هيديك ايه؟ يتفضل عندك رو ايه على ايه. لما اقسم الار على ال يتفضل عندك رو ايه مقسومه على ايه. فنعوض بقى مع بعض. عندك المقاومه النوعيه قال لك عباره عن 1.8
في 10 أس سالب 8. وعندك مساحة المقطع اللي هو الرقم ده 10 ملي متر مربع، يبقى 10 في كام بقى؟ أنا عاوز أحول من ملي متر مربع إلى متر مربع، فأضرب في 10 أس سالب 6. نحسب مع بعض الرقم ده. اداك كام؟ اداك 1.8 في 10 أس سالب 3. طب دلوقتي يا شباب أنا عاوز هنا اختيار لما أقسم الآر على ال يديك نفس الرقم ده. تمام؟ طيب فإحنا بقى نقعد نجرب نقسم الآر على ال في كل اختيار من دول. نيجي أول حاجة كده عند ألف، نقسم الآر 1.8 في 10 أس سالب 8 مقسومة على الطول اللي هو بكام؟ اللي هو ب10. طبعا اداك رقم مختلف تماما، يبقى غلط. ماشي نجرب ب. عندك كده مديك الار ومديك ال. الار عندك عبارة عن علامة 0.18. طبعا اداك نفس الرقم، يبقى احنا كده ماشيين صح، فيكون هو الاختيار ب. بيقول لك سلكان احدهما من النحاس والاخر من الحديد لهما نفس المقاومة والطول، فبالتالي الار المقاومة الكهربية والطول دول كده ثوابت. قال لك فإن النسبة بين نصفي قطري السلكين. هو عاوز الار حديد على الار نحاس. طب يا شباب دلوقتي انت عندك هنا المقاومة الكهربية ار بتكون عبارة عن رو اي في ال على ايه، وانا ممكن افك الايه الى باي ار تربيع. باي ار تربيع. من القانون ده لو انا عاوز اجيب الار نصف القطر هقول لك الار بتساوي، هنا الار عليها تربيع فانا هاخد الجذر طرفين في وسطين. هنا الار مقامها 1، احنا قلنا الطرف البعيد يتحط فين؟ يتحط في البسط، فبالتالي هقول لك هنا رو اي في ال، والطرف القريب اللي هو الار في الباي يتحط في المقام، يبقى عندك ار في باي. احنا قلنا لما نحب نقارن نحذف الثوابت، هو هنا قال لك ان الطول والمقاومه الكهربيه ثوابت، فعشان كده هنحذفهم من المقارنه، فبالتالي نحذف الار ونحذف ال. وانت عندك الباي ده رقم ثابت، يتفضل بس عندك ان الار بتتناسب طردي مع جذر رو اي، يبقى الار حديد على الار نحاس. بص بقى كده معايا، اخد الجذر واقول لك هنا رو اي حديد على رو اي نحاس. طبعا هيكون هو الاختيار د. بيقول لك أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين المقاومة النوعية رو إيه لمجموعة من الأسلاك من مواد مختلفة والتوصيلية الكهربية لكل منها. أنا عاوز علاقة بين رو إيه مع السيجما. طبعا رو إيه المقاومة النوعية بتكون عبارة عن 1 على سيجما المقاومة النوعية مقلوب التوصيلية الكهربية، فرو إيه مع السيجما هنا علاقة عكسية، بسط مع مقام علاقة إيه؟ علاقة عكسية، فيكون هو الاختيار ألف. بيقول لك أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين التوصيلية الكهربية سيجما لمادة ومساحة المقطع لعدة موصلات منها. أنا عاوز علاقة بين السيجما مع المساحة. طب يا شباب قال لك هنا إيه؟ قال لك لمادة يعني لنفس المادة، وإحنا قلنا السيجما ورو إيه مالهم مقدار ثابت لنفس المادة، يعني طول ما المادة ثابتة فالسيجما
ورو اي برضه ثوابت. قلنا ان المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربيه دول عباره عن ثوابت بيعتمدوا بس على نوع الماده، فعشان كده السيجما مع الاي هتكون علاقه ثابته. لو احنا غيرنا الماده هنغير السيجما ونغير رو اي، لكن هنا قال لك لنفس الماده، فبالتالي السيجما هتكون ثابته، يعني خط مستقيم موازي محور السينات. بيقول لك موصل طوله الرقم ده، مديك الطول ومديك مساحة المقطع اللي هي الايه، ومديك المقاومة الكهربية ار. قال لك انا عاوز المقاومة النوعية. طب يا شباب، انا عارف ان الار بتكون عبارة عن رو اي في ال على ايه. من القانون ده لو انا عاوز احسب الرو اي، هقول لك الرو اي بتساوي طرفين في وسطين، هتكون عبارة عن ار في ايه مقسومة على ال، ار في ايه مقسومة على ال. المقاومة الكهربية عندك مديها لك بواحد، المساحة 1 ملم مربع، أنا عاوز أحول إلى متر مربع، فطبعا أضرب في 10 أساليب 6، فأقول لك هنا 1 في 10 أساليب 6. وعندك الطول بكام؟ مديهولك 106.3، بس قال لك هنا سنتيمتر، فأنا عاوز أحول للمتر، فطبعا أضرب في 10 أساليب 2. يطلع معاك الاختيار ألف هو الصحيح. طيب قال لك أنا عاوز التوصيلية الكهربية للموصل تساوي. طب إحنا حسبنا المقاومة النوعية، وقال لك أنا عاوز التوصيلية الكهربية. طبعا السيجما أو التوصيلية الكهربية بتكون عبارة عن 1 على رو إي، يعني 1 على الرقم اللي فات. هقول لك هنا 1 على الرقم اللي فات. ده اللي هو الاختيار د. بيقول لك الأشكال التالية توضح 4 موصلات معدنية لها نفس مساحة المقطع، يعني المساحة أو الإيه مقدار ثابت. قال لك ومسجل أسفل كل منها التوصيلية الكهربية للموصل. قال لك أي من هذه الموصلات له مقاومة أكبر. طب يا شباب، أنا عارف إن المقاومة الكهربية R بتكون عبارة عن L على سيجما في A. أنا لما أحب أقارن أحذف الثوابت، قال لك هنا المساحة مقدار ثابت فأحذف ال A. يتفضل بس عندك إن ال R بتتناسب مع ال L على السيجما، فأنا هجيب قيمة L على سيجما لكل شكل من هذه الأشكال. بالنسبة للشكل الأول هقول لك هنا L على سيجما، يبقى L على سيجما. الشكل الثاني هقول لك L على 2 سيجما، يعني هيديك هنا نص L على سيجما. الشكل الثالث هقول لك 2 L على 2 سيجما، فيديك L على سيجما. الشكل الرابع هقول لك 2 L على نص سيجما. بص معايا كده، 2 L على نص سيجما. لما اقسم 2 على النص هيديك 4، يعني 4 L على سيجما. هنا عندك 1، هنا عندك نص، هنا برضو عندك 1، وهنا عندك 4، فيكون أكبر حاجة اللي هو الشكل د. بيقول لك تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة 2.5 كيلومتر بسلكين، فإذا كان فرق الجهد بين نهايتي السلكين عند المحطة 240 فولت. يبقى دلوقتي انت عندك الجهد عند المحطة 240 فولت. قال لك وفرق الجهد بين النهايتين الأخريين لها عند المصنع هو 220 فولت. يبقى الجهد عند المحطة 240 والجهد عند المصنع 220، فبالتالي فرق الجهد يا شباب اللي هو الفي هيكون عبارة عن 240 ناقص 220، هيديك 20 فولت.
ده اللي هو فرق الجهد بين المحطة والمصنع، هنسميها الدلتا في. قال لك وكان المصنع يستخدم تيار كهربي شدته 80 امبير. هنا مديك الاي، يبقى هنا عندك الدلتا في وعندك الاي عبارة عن 80 امبير. قال لك انا عاوز مقاومة المتر الواحد من السلك. طيب انا عارف هنا ان المقاومة الكهربية ار بتكون عبارة عن الفي مقسومة على الاي. الفي عندك ب 20 والاي 80، تطلع المقاومة الكهربية الكلية عبارة عن ربع امبير. ده المقاومة الكهربية الكلية للأسلاك يا شباب. قال لك أنا عاوز إيه؟ مقاومة المتر الواحد، يعني عاوز الآر للمتر الواحد. لما أحب أجيب مقاومة المتر الواحد أقسم المقاومة الكلية على طول السلك. الآر الكلية هنسميها الآر داش على طول السلك. طيب هنا عندك المقاومة الكلية عبارة عن ربع أمبير، وعندك السلك بقى هو البعد بين المصنع والمحطة عبارة عن 2.5 كيلو متر، وقال لك بسلكين يبقى المسافة الكلية هتكون عبارة عن 5 كيلو متر. ده اللي هو طول الأسلاك يا شباب، ده اللي هو طول الأسلاك بكام؟ ب5 كيلو متر. 5 كيلو متر يعني 5000 متر. نحسب الرقم ده، هقول لك ربع على 5000 هيديك 5 في 10 أساليب 5 أوم على متر. أوم على متر، ده اللي هو الاختيار ألف. بيقول لك بعد كده نصف قطر السلك إذا علمت أن المقاومة النوعية لمادته الرقم ده. هنا مدوك قيمة الرو إيه، وقال لك أنا عاوز نصف قطر السلك، يعني عاوز الآر سمول. طيب الآر سمول إحنا بنجيبها من القانون بتاع المقاومة الكهربية اللي بيقول لك إن الآر بتكون عبارة عن رو إيه في ال على باي آر تربيع. لو أنا يا شباب عاوز الآر سمول نصف القطر، طبعا الآر عليها تربيع فآخد الجذر طرفين في وسطين. ركز بقى كده معايا، هتكون عبارة عن رو إيه في ال على ار في باي. نعوض مع بعض يا شباب. عندك هنا المقاومة النوعية عبارة عن 1/5/7 في 10^8. الطول بكام؟ طبعا الطول جبناه مرة 5000 متر، والار جبناها بربع في قيمة الباي، تطلع معاك 1/100 متر. ده اللي هو الاختيار ج. بيقول لك لديك 4 أسلاك من نفس المادة. قلنا أول لما نسمع كلمة نفس المادة يعني نفس المقاومة النوعية، يبقى رو إيه هنا مقدار ثابت، مختلفة في الطول والسمك، عندها طول مختلف وسمك مختلف. تم توصيل كل منها على حدة مع نفس البطارية وأميتر. قال لك نفس البطارية يعني بمعنى أصح نفس القوة الدفعة الكهربية، نفس الفي بي. قال لك فإن الأميتر تكون له أكبر قراءة في حالة السلك دهون بالظبط. أنا عاوز أكبر قراءة للأميتر، يعني عاوز أكبر قيمة للآي. طيب دلوقتي والله أنا عارف إن الآي بتكون عبارة عن الفي بي مقسومة على الآر، يعني في بي على، ممكن أفك الآر إلى رو إيه في ال على إيه، وطبعا مقام المقام بسط فأطلع الإيه فوق بالشكل ده. قال لك من نفس المادة يعني نفس المقاومة النوعية، فالمقاومة النوعية هنا مقدار ثابت. وقال لك مع نفس البطارية يعني القوة الدفعة الكهربية برضه مقدار ثابت. احنا قلنا لما نحب نقارن نحذف الثوابت في الأول، فاحذف برضه الفي بي. يتفضل عندك ان الاي بتتناسب مع الاي على ال. الاي بتتناسب مع الاي على ال. طب يا شباب هنا الاي مع الاي علاقة طردية، والاي مع ال علاقة عكسية. يبقى الاي مع الاي علاقة ايه؟ علاقة طردية، والاي مع ال علاقة عكسية. لو انا عاوز اكبر قيمة للاي فاختار اكبر قيمة للمساحة واقل قيمة للطول. ما الاي طردي مع الاي وعكسي مع ال، فاختار اكبر مساحة
مع أقل طول، فبالتالي أختار السلك السميك مع القصير. يبقى السلك السميك مع القصير، ده اللي هو الاختيار ج. سلك معدني منتظم المقطع طوله L عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه V يمر به تيار كهربي شدته I. قال لك فإذا قطع جزء X من السلك وتم توصيل طرف الجزء المتبقي بنفس مقدار فرق الجهد، فبالتالي عندك هنا فرق الجهد ده مقدار ثابت، ال V عندك مقدار ثابت. قال لك أصبحت شدة التيار المر به 4 اي على 3، يبقى ده الاي 1 باي، والاي 2 اللي هو الرقم ده يا شباب. قال لك فإن طول الجزء المقطوع اكس يساوي. طيب هنا أنا عاوز طول الجزء المقطوع، فلازم الأول أعرف إيه العلاقة بين الاي مع ال. دلوقتي والله أنا عارف إن الاي بتكون عبارة عن الفي بي مقسوم على الار، يعني في بي على، ممكن أفك الار إلى رو إيه في ال على إيه. قلنا لما نحب نقارن نعمل ايه؟ نحذف الثوابت. قال لك نفس الجهد صح؟ فبالتالي القوة الدافعة هنا مقدار ثابت. وانت عندك نفس السلك، يعني بمعنى اصح نفس المقاومة النوعية. ما هو نفس السلك، انا بس قطعت منه جزء معين، فالمقاومة النوعية مقدار ثابت. وطبعا انت عندك مساحة مقطع السلك برضه ثابت. انا لما اقطع جزء من السلك فسمك السلك هيخليه ثابت، لكن طوله هيقل. السمك عندك ثابت، يبقى انا حذفت الفي بي وحذفت الاي وحذفت الرو اي. يتفضل بس عندك ان الاي مع ال علاقه عكسيه، الاي مع ال علاقه عكسيه. فعشان كده ممكن اقول لك ان اي 1 على اي 2 بتساوي ال 2 على ال 1. طب اي 1 باي، واي 2 بكام؟ ب4 اي على 3. فبالتالي الاي في البسط تروح مع الاي في المقام، يتفضل عندك 1 على الرقم ده، هيديك كام؟ هيديك طبعا 3/4. نقلبه على طول، يبقى ال2 على ال1 بتساوي 3/4، طرفين في وسطين. اعمل مقص بالشكل ده، فاقول لك هنا 3 ال1 بتساوي 4 ال2. لو انا عاوز اجيب ال2 اقسم البعيد على القريب، هتكون عبارة عن 3 ال1 مقسومة على ال4. يبقى يا شباب دلوقتي انت كان عندك السلك ده طوله بال بالشكل ده، اصبح كام بقى؟ اصبح 3/4 ال. يبقى انا اخدت منه جزء قد ايه؟ يبقى انا هنا قطعت منه ربع. ما هو كان بواحد ال، اصبح 3/4 ال، ده معناه ان انا قطعت منه ربعه. يبقى طول الجزء اكس المقطوع يا شباب هيكون عبارة عن ربع ال. بيقول لك الشكل المقابل يمثل أطوال ومساحات مقطع 4 أسلاك مصنوعة من نفس المادة. من نفس المادة يعني نفس المقاومة النوعية، نفس الرؤي. قال لك فإذا وصل كل منها بنفس فرق الجهد، فبرضه هنا فرق الجهد اللي هو الفي هيكون مقدار ثابت عند نفس درجة الحرارة، فإن الترتيب الصحيح للأسلاك من حيث التيار المر في كل منها. أنا عاوز أقارن من حيث الآي. قلنا لما يكون عندك سؤال بالشكل ده نكتب الأول القانون بتاع الآي. أنا عارف إن الآي عبارة عن في بي مقسومة على الآر، يعني في بي على، ممكن أفك الآر إلى رو إيه في ال على إيه. لما أحب أقارن أحذف الثوابت، أحذف المقاومة النوعية وأحذف فرق الجهد، أحذف الفي بي وأحذف الرو إيه. يتفضل بس عندك إن الآي بتتناسب مع الإي على ال،
فانا هجيب قيمه الاي على ال في كل سلك من هذه الاسلاك. اول حاجه بالنسبه للسلك الاول يا شباب، هو طوله، ادي عندك السلك A طوله ب L ومساحه مقطعه ب 2A، فاقسم هنا 2A على L. عندك بالنسبه للسلك B قلنا هنقسم الاي على ال، عندك هنا الاي ب A والال ب L، يبقى A على L. عندك السلك سي، السلك سي يا شباب طوله ب 2 ال ومساحته ب A، يبقى A على 2 ال اللي هو يعني نص A على ال. عندك السلك دي طوله ب 2 ال ومساحة مقطعه ب 2 A، فيديك A على ال. أكبر حاجة خالص اللي هو السلك A، هنا عندك 2 بعدها عندك 1 بعدها نص بعدها 1، فأكبر حاجة خالص اللي هو السلك A. فنستبعد ألف، نستبعد جيم، نستبعد د. عندك ال A أكبر من ال B، وطبعا ال B بيساوي ال D، وال D أكبر من ال C، ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك الجدول التالي يبين مواصفات ودرجة الحرارة لأربعة موصلات X Y Z K منتظمة المقطع من نفس المعدن. من نفس المعدن يعني نفس المقاومة النوعية، نفس الرؤي. قال لك أي من هذه الموصلات له مقاومة كهربية أكبر. هنا أنا عاوز أقارن. طبعا المقاومة الكهربية R يا شباب بتكون عبارة عن رؤي في L على A. لما أحب أقارن أحذف الأول الثوابت، أحذف الرؤي، فأنا هجيب قيمة ال L على A لجميع هذه الأسلاك. عندك ال R بتتناسب مع ال L على A، فأنا هحسب قيمة ال L على A لجميع هذه الأسلاك. وطبعا هنا مقارنة، فأنا مش محتاج أحول خالص. هنا الطول ب2 والمساحة ب4، ال L على A هيدوك نص. هنا 2 وهنا برضو 4 هيدوك نص. 4 و2، 4 على 2 فيها الاتنين. هنا برضو 4 على 2 فيها الاتنين. أنا عاوز أكبر مقاومة كهربية، فأستبعد ألف وأستبعد باء، يتفضل عندك جيم ودال، ده ب2 وده ب2. فاللي عنده أكبر مقاومة هو اللي عنده أكبر درجة حرارة، ده اللي هو السلك دال. بيقول لك سلك اكس واي زد منتظم المقطع ومقاومته الكهربية ار متصل في دائرة كهربية كما بالشكل المقابل. قال لك عندما يكون المفتاح كي واحد فقط مغلق تكون قراءة الأميتر 4 أمبير، دي هسموها اي واحد. امتى؟ لما يكون كي واحد بس مغلق. قال لك وعندما يكون المفتاح كي 2 فقط مغلق تكون قراءته 1 أمبير، دي أنا هسموها اي 2. قال لك فإن النسبة بين طولي الجزئين، أنا عاوز طول إكس واي يا شباب اللي هو ده على واي زد اللي هو ده يا شباب. تمام؟ طيب ركز بقى كده معايا، ده سؤال مهم جدا. أول حاجة يا شباب، لما المفتاح كي واحد يكون مغلق، طبعا التيار بيمشي من القطب الموجب، يجي هنا كده يلاقي عنده طريقين، يا إما يمشي كده يا شباب يا إما يمشي كده. تمام؟ لكن طبعا عندك المفتاح كي 2 مفتوح، فبالتالي التيار ما ينفعش يمشي في المسار ده، يبقى انت عندك المسار اللي على الشمال ملغي خالص. فبالتالي يا شباب ايه، نلغيه خالص، نلغيه بالشكل ده، يعني بمعنى اصح كانه مش موجود يعني. فبالتالي التيار بس هيمشي في الجزء واي زد، هيمشي كده يعني. فبالتالي هقول لك هنا والله الاي واحد
ب4 أمبير، والاي 2 هتكون 1 أمبير. طيب لما المفتاح K1 كان مغلق، احنا قلنا التيار هيمشي كده، يعني هيمشي في الجزء واي زد، فال واحد هسموها واي زد او واي زد يعني. ركز بقى كده معايا، انا لما اقفل الكي 2 ده يا شباب، كي واحد هيكون مفتوح، مفتاح محذوف، مفتاح مفتوح نحذفه بالشكل ده، فبالتالي التيار هيمشي في هذا الاتجاه، هيمشي في الجزء اكس زد، يبقى ال 2 هتكون عبارة عن ال اكس زد. يبقى التيار أول مرة مشي في الجزء واي زد وسميناها ال واحد، في المرة التانية مشي في الجزء اكس زد وسميناها ال 2. طيب دلوقتي والله أنا عارف إن الأي بتكون عبارة عن الفي بي مقسومة على الآر، يعني في بي على، ممكن أفك الآر إلى رو إيه في ال على إيه، وطبعا مقام المقام بسط تطلع لفوق. قلنا لما نحب نقارن نحذف الأول الثوابت، عندك نفس السلك يعني نفس المقاومة النوعية، نفس الرو ايه ونفس فرق الجهد، نفس البطارية، فنحذف الفي بي يا شباب. وطبعا انت عندك هنا مساحة مقطع السلك مقدار ثابت، مساحة المقطع ده سلك منتظم المقطع، يعني الايه برضه ثابت. يتفضل عندك ان الاي مع ال هنا علاقة عكسية بالشكل ده، يبقى الاي بتتناسب عكسي مع ال، فاقول لك اي واحد على اي 2 بتساوي ال 2 على ال واحد. عندك ال 2 يا شباب على ال واحد بقى انا عاوز اجيبها. طيب ما هي اي واحد ب4 امبير، واي 2 بقى بكام؟ اي 2 ب1 امبير. يبقى انا هنا عوضت عن اي واحد وعوضت عن اي 2، اداك كام؟ اداك 4 على 1، فبالتالي طرفين في وسطين، هقول لك ال 2 هتكون عبارة عن 4 ال 1، او حاجة تانية هقول لك نسبة ال 2 ب4 ونسبة ال 1 ب1، يبقى انت عندك ال 2 ب4 وال 1 ب1. طب يا شباب لما يكون عندك الجزء ده اللي هو واي زد بواحد، يبقى اكس واي بكام؟ طبعا هيكون ب3. ليه؟ ما انت عندك الجزء ده كله على بعضه ب4، اخدنا منهم واحد يتفضل 3، صح كده؟ يبقى دلوقتي هقول لك ال اكس واي على ال واي زد بتساوي، احنا قلنا هنا اكس واي ب3 وواي زد ب1، فيكون هو الاختيار باء. بيقول لك ثلاث أسلاك نحاسية اكس واي زد لها نفس مساحة المقطع، يعني الايه أو مساحة المقطع هنا مقدار ثابت، مديك أطوالها ال اكس ال واي ال زد. قال لك فإن نسبة مقاومة الأسلاك الثلاثة على الترتيب، عاوز أقارن من حيث المقاومة، عاوز الار اكس إلى الار واي إلى الار زد. طب والله أنا عارف إن المقاومة الكهربية ار عبارة عن رو ايه في ال على ايه. دلوقتي لما احب اقارن احذف الثوابت، قال لك عندك اسلاك نحاسيه يعني من نفس الماده، يعني عندها نفس المقاومه النوعيه فاحذف الرو ايه، وقال لك عندها نفس المساحه فاحذف الايه. يتفضل بس من الار مع ال علاقه طرديه، يبقى الار اكس للار واي للار زد هتكون هي نفسها ال اكس الى ال واي الى ال زد، يعني عباره عن 2 إلى 4 إلى 1، ده اللي هو ألف.
سلكان اكس واي من معدن واحد لهما نفس الطول. قال لك معدن واحد يعني المقاومة النوعية هنا مقدار ثابت، وقال لك عندهم نفس الطول يعني برضو ال مقدار ثابت. قال لك نصف قطر مقطعيهما ار اكس وار واي على الترتيب. قال لك لف كل سلك من السلكين على شكل ملف دائري نصف قطره ار واحد وار اتنين. قال لك فإن النسبة بين المقاومتين الكهربيتين للسلكين ار اكس على ار واي. طب يا شباب، أنا عارف إن الار بتكون عبارة عن رو ايه في ال على ايه، وأفك الايه لباي ار تربيع. أنا عاوز أقارن فأحذف الثوابت، أحذف المقاومة النوعية وأحذف الطول وأحذف الباي. يتبقى عندك ان الار بتتناسب عكسي مع الار تربيع، فاقول لك ار اكس على ار واي. قلنا علاقة عكسية فاعكس بقى، يبقى ار واي تربيع على ار اكس تربيع، يعني ار واي على ار اكس الكل تربيع. ده اللي هو الاختيار جيم. طبعا ما ينفعش اقول لك ار واحد على ار اتنين تربيع، هنا انا عاوز نصف قطر السلك مش نصف قطر اللفة الواحدة. بيقول لك سلكان من نفس المادة طول السلك الثاني ضعف طول السلك الأول. ركز بقى معايا، قال لك إيه؟ طول السلك الثاني اللي هو ال اتنين ماله بقى ضعف؟ ضعف يعني اتنين، ضعف طول السلك الأول، يبقى ال اتنين بتساوي اتنين ال واحد. قال لك وقطره، قال لك إيه قطره؟ القطر اللي هو يا شباب يعني 2 ار. لو قال لك نصف القطر اسمه ار، لكن القطر ممكن اسميه دي او اسميه 2 ار. القطر الثاني اللي هو 2 ار 2 ماله بقى؟ قال لك يساوي نصف قطر السلك الاول اللي هو ار واحد. قال لك انا عاوز النسبة بين مقاومة السلك الثاني الى مقاومة السلك الاول، عاوز ار 2 مقسومة على ار واحد. نكتب في الأول القانون بتاع المقاومة الكهربية. أنا عارف إن الآر بتكون عبارة عن رو إيه في ال على إيه، ممكن أفك الإيه لباي آر تربيع. أنا لما أحب أقارن أحذف الأول الثوابت، أحذف الباي، وقال لك من نفس المادة يعني عندهم نفس المقاومة النوعية. يتفضل بس عندك إن الآر بتتناسب مع ال على آر تربيع. طب يا شباب، عندك الار مع ال علاقة طردية. هنا ار 2 احط جنبها ال 2، ار 1 احط جنبها ال 1 لانها علاقة ايه؟ علاقة طردية. طب الار مع الار تربيع علاقة عكسية فاعكس بقى. هنا البسط فيه ار 2 فاحط جنبها ار 1 تربيع، هنا المقام فيه ار 1 فاحط جنبها ار 2 تربيع لانها علاقة عكسية. نعوض مع بعض. ال 2 عبارة عن 2 ال 1، يبقى انا احذف ال 2 واحط مكانها 2 ال 1، وعندك في المقام ال 1 زي ما هي في. هنا الار 1 عبارة عن 2 ار 2، لما ربعها هيديك 4 ار 2 تربيع، وعندك ار 2 تربيع في المقام زي ما هي. فبالتالي ال 1 مع ال 1 ار 2 تربيع مع ار 2 تربيع، تطلع عندك النسبة 8 على 1. ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك موصل منتظم المقطع طوله 20 متر، ده اللي هو ال، مقاومته 108، ده اللي هو الار، وموصل آخر من نفس نوع الموصل الأول، من نفس نوع يعني نفس المقاومة النوعية. هنا الرو ايه مقدار ثابت، مديك ال 1 ومديك الار 1. قال لك طوله 5 متر، ده ال 2، ومساحة مقطعه 3 أمثال مساحة مقطع الموصل الأول، يعني ال 2
عبارة عن 3 ايه واحد. قال لك فإن مقاومة الموصل الثاني، يعني عاوز الار 2. هنا أنا عاوز أقارن، هقول لك الار عبارة عن رو ايه في ال على ايه. لما أحب أقارن أحذف الأول الثوابت، أحذف رو ايه وأقول لك ار 1 على ار 2 بتساوي، من القانون بتاعنا يا شباب الار مع ال علاقة طردية، فأكتب ال 1 على ال 2، والار مع الايه علاقة عكسية، فأكتب ايه 2 على ايه 1. نعوض مع بعض. الار 1 بكام؟ 108. الار 2 مجهول. ال 1 ب20. ال 2 ب5. عندك ال 2 عبارة عن 3 ايه 1، فأنا هشيل ايه 2 وأحط مكانها 3 ايه 1. وعندك ايه 1 زي ما هي، ايه 1 مع ايه 1. أنا عاوز الار 2 طرفين في وسطين، هتكون عبارة عن 5 في 108 مقسوم على 20 في 3. تطلع معاك 9 أوم. ده اللي هو الاختيار ج. بيقول لك قضيب معدني اسطواني الشكل مساحة مقطعه 2 سنتيمتر مربع، ده اللي هو المساحة، هنسميها ايه 1، ومقاومته 22 ونص. مدوك قيمة الار 1. قال لك فإذا تم سحب القضيب بانتظام حتى أصبحت مساحة مقطعه 1.5 سنتيمتر مربع، ده اللي هو الايه 2. قال لك فإن مقاومته تصبح كام بالظبط؟ طب يا شباب احنا قلنا لما يقول لك سلك تم سحبه أو تم إعادة تشكيله بيكون عندك حوالي 4 أو 5 قوانين. بيقول لك هنا ار 1 على ار 2 مديك المساحة، وطبعا أنا عارف إن المقاومة الكهربية بتتناسب عكسي مع المساحة، فأقول لك هنا ايه 2 على ايه 1. وطبعا قال لك تم سحبه فأربع المساحات، يبقى ايه 2 تربيع مقسوم على ايه 1 تربيع. تمام. لما يقول لك تم سحب القضيب ومديك المساحات، طبعا المقاومة الكهربية مع المساحة بتكون علاقة عكسية، وقال لك تم سحبه فأربع المساحات. تمام كده. وطبعا إثبات القانون ده احنا خدناه في جزء الشرح. عندك الار 1 مديها لك 22 ونص، الار 2 مجهولة، ال 2 بواحد ونص وطبعا أربعها، ال 1 ب2 سنتيمتر مربع وطبعا أربعها. أنا عاوز الار 2 يبقى طرفين في وسطين، الرقم ده في ده مقسوم على ده، يبقى 2 تربيع في 22 ونص مقسوم على 1.5 تربيع. تطلع عندك الار 2 ب40 اوم، ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك سحب سلك معدني بانتظام حتى أصبح طوله ضعف طوله الأصلي، يعني ال 2 بتساوي 2 ال 1. قال لك تصبح مقاومته كام بالظبط بالنسبة لقيمتها الأصلية، يعني أنا عاوز أعرف ار 2 بتساوي كام بالظبط بالنسبة لار 1. هقول لك هنا ار 1 على ار 2. طبعا المقاومة الكهربية مع الطول علاقة طردية، فأقول لك ال 1 على ال 2. لكن قال لك سحب يبقى ربع الأطوال، يبقى ال 1 تربيع على ال 2 تربيع. عندك الار 1 على الار 2 بتساوي، نعوض مع بعض، ال 1 تربيع زي ما هي، عندك ال 2 ب 2 ال 1 لما ربعها هيديك 4 ال 1 تربيع، فبالتالي ال 1 تربيع تروح مع ال 1 تربيع، يتفضل عندك النسبة عبارة عن ربع. أنا عاوز الار 2 طرفين في وسطين، يبقى ار 2 عبارة عن 4 في ار 1، فيديك 4 ار 1
فالمقاومة تزداد ل4 أمثال. بيقول لك سحب بانتظام سلك معدني منتظم المقطع فقل نصف قطره بنسبة 20%. ركز بقى كده معايا، قال لك ايه؟ نصف القطر قل بنسبة 20%. لما يقل بنسبة 20% يا شباب يتفضل منه 80%. يبقى نصف القطر اللي هو R2 هيكون عبارة عن 80% R1، وطبعا 80% يعني 8 من 10. يبقى R2 بتساوي 8 من 10 R1. قال لك هنا قل بنسبة، صح؟ قل بنسبة 20%، يعني يتفضل كام؟ 80%، اللي هي طبعا 8 من 10. يبقى R2 عبارة عن 8 من 10 R1. قال لك فإن المقاومة الكهربية للسلك تزداد بنسبة كام بالظبط؟ هو هنا عاوز ايه؟ نسبة الدلتا R، يعني نسبة الزيادة في المقاومة الكهربية. طبعا دلوقتي والله القانون بيقول لك ان R1 على R2 بتساوي R2 أس 4 على R1 أس 4. عندك ال R2 ب8 من 10 R1، أنا هخليها أس 4، فأقول لك 8 من 10 أس 4. اداك الرقم ده يا شباب اللي هو طبعا علامة 4 0 9 6. R1 أس 4 على R1 أس 4. R1 أس 4 في البسط تروح مع R1 أس 4 في المقام. أنا عاوز ال R2 يا شباب. R2 هتكون عبارة عن R1 مقسومة على الرقم ده. جبناها ازاي؟ ما دلوقتي هنا عندك R1 أس 4 تروح مع R1 أس 4، يتفضل عندك الرقم ده مقسوم على الواحد. هقول لك المقام على المقام بيساوي البسط على البسط. يبقى R2 بتساوي R1 مقسومة على الرقم الكبير ده يا شباب 4 0 9 6. يبقى 1 على الرقم اللي فات هيديك 2.44 R1. أنا عاوز الدلتا R. الدلتا R هتكون عبارة عن R2 ناقص R1. R2 عندك جبناها مرة اللي هو الرقم ده 2.44 R1 ناقص R1، يعني ناقص 1 R1، فيديك 1.44 R1. ده نسبة الزيادة يا شباب. قال لك ايه؟ لو قال لك انا عاوز هنا مقدار الزيادة هتكون عبارة عن 1.44، ده اسمه ايه؟ مقدار الزيادة اللي هو الدلتا R. لكن انا عاوز نسبة مقدار الزيادة، عاوز احول الرقم ده يا شباب لنسبة مئوية. اعمل ايه؟ اضرب في 100%. لما اضرب في 100 هيديك طبعا 144%، ده اللي هو الاختيار ج. بيقول لك موصل معدني اسطواني الشكل قطر مقطعه دي، مديك الدي واحد بدي، مقاومته الكهربية ار، مديك الار واحد بار، تم سحبه بانتظام ليصبح موصل اسطواني قطر مقطعه دي على اكس، ده اللي هو الدي 2. قال لك فإن المقاومة الكهربية للموصل تصبح كام بالظبط؟ عاوز الار 2 بتساوي قد ايه بالنسبة للار 1. طيب قال لك تم سحبه، صح؟ فاقول لك ار 1 على ار 2. طبعا المقاومة الكهربية بتتناسب عكسي مع مربع نصف القطر يا شباب، او مع مربع القطر، تمام؟ لكن قال لك تم سحبه، فاقول لك ار 1 على ار 2 بتساوي ار 2 اس 4 على ار 1 اس 4. لكن ده نصف القطر، هنا بقى مديك ايه؟ مديك القطر، فاقول لك دي 2 اس 4 على دي 1 اس 4. ار 1 قال لك اسمها ار 2 مجهوله، الدي 2 بدي على اكس، يبقى دي اس 4 على اكس اس 4. وعندك الدي 1 قال لك اسمها دي، يبقى دي اس 4.
لما يكون مديك حاجة بالشكل ده هحط البسط زي ما هو، اللي هو دي أس 4 على إكس أس 4، وأحول الاسم لضرب وأقلب. هنا عندك المقام دي أس 4 أقلبه أخليه 1 على دي أس 4. طبعا دي أس 4 تروح مع دي أس 4. يتفضل عندك هنا إم آر على آر 2 بتساوي 1 على إكس أس 4 يا شباب. أنا والله عاوز الآر 2، فأقول لك طرفين في وسطين آر 2 هتكون عبارة عن إكس أس 4 في آر، يبقى إكس أس 4 في الآر، ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك سلك معدني منتظم المقطع سحبه بانتظام، وتم تمثيل العلاقة بين شدة التيار I المر بالسلك وفرق الجهد بين طرفيه قبل وبعد سحب السلك، فكان كده بالشكل البيان المقابل. قال لك فإن السلك تم سحبه بحيث، طيب وليكن يا شباب ده قبل هسميه 1 وده بعد هسميه 2. مديك علاقة بين الآي مع الفي، نرقم المربعات. هنا 1 2 3 4، هنا برضو 1 2 3 4. هجيب الار 1 على الار 2. طبعا الار بتكون عبارة عن الفي على الاي، نقسم هنا الفي على الاي بتاعتها، 4 على 2 طبعا هيديك 2. نفس الكلام برضو في الشكل التاني، نقسم الفي على الاي بتاعتها، 2 على 4 هيديك نص، 2 مقسوم على نص طبعا هيديك 4 على 1. أنا عاوز الار 2، الار 2 هتكون عبارة عن ار 1 مقسوم على 4. طيب نبدأ نجرب الاختيارات. بيقول لك زاد طوله للضعف، يعني ال 2 بتساوي 2 ال 1. نجرب مع بعض يا شباب. طبعا في السحب والتشكيل بقول لك ار 1 على ار 2 بتساوي ال 2 تربيع على ال 1 تربيع. هنا قال لك ال 2 ب 2 ال 1، لما ربعها هيديك 4 ال 1 تربيع، والمقام زي ما هو ال 1 تربيع. ال 1 تربيع في البسط تروح مع ال 1 تربيع في المقام، يتفضل عندك 4 على 1. لو انا عاوز اجيب ار 2 هتكون عبارة عن ار 1 مقسومة على 4. ار 1 مقسومة على 4 طلع معاك نفس الناتج بالظبط، فيكون الاختيار ألف هو الصحيح. بيقول لك في الشكل المقابل موصل كهربي على شكل متوازي مستطيلات مصمت يمكن توصيل أي زوج من بيقول لك في الشكل المقابل موصل كهربي على شكل متوازي مستطيلات مصمت يمكن توصيل أي زوج من أزواجه أو مقابلة له بمصدر كهربي. قال لك وتمثل المسارات، هنا عندك 3 مسارات، الاحتمالات الممكنة لمرور تيار كهربي خلال الموصل. قال لك في أي من هذه المسارات يكون الموصل مقاومة أكبر لمرور التيار الكهربي. هنا أنا عاوز أكبر مقاومة كهربية يا شباب. طب المقاومة الكهربية R بتكون عبارة عن رو إيه في L على إيه. لو أنا عاوز أجيب أكبر مقاومة كهربية فأختار أكبر طول مع أقل مساحة مقطع. طب يا شباب لو أنا هنا وصلت بطارية في المسار الأول بهذا الشكل، طبعا المسار الأول ده بيمثل أكبر طول اللي هو ده وأقل مساحة مقطع للمتوازي اللي هي دي كده. يبقى المسار الأول بيمثل أكبر طول وأقل مساحة مقطع، فيديك طبعا أكبر مقاومة كهربية. بيقول لك موصل كهربي على شكل متوازي مستطيلات مصمت وصلة بطريقتين مختلفتين مع بطارية مهملة المقاومة الداخلية كانوا بالشكلين 1 و2. قال لك فإن النسبة بين، هو هنا عاوز قيمة الاي 1 على الاي 2. طيب ركز بقى كده معايا. هو دلوقتي يا شباب عشان اجيب اي 1 على اي 2
لازم الأول أجيب قيمة المقاومة لكل سلك من دول أو لكل موصل من دول. أعمل إيه بقى؟ ركز معايا، هو هنا مديك مساحة المقطع ومش مديك الطول، مديك مساحة المقطع ومش مديك الطول. ما أنا عشان أجيب المقاومة الكهربية للشكل الأول لازم أكون عارف طول الجزء ده كده قد إيه بالظبط. نفس الكلام عشان أجيب المقاومة الكهربية للشكل التاني لازم أكون عارف طول الجزء ده كام بالظبط. فهنا عشان أجيب النسب لازم يكون عندك ال1 ولازم يكون عندك ال2. هنا مش مديك لا ال1 ولا مديك ال2، مديك بس مساحات المقاطع اللي هي A1 و A2. فبالتالي أنا عاوز قانون المقاومة الكهربية يكون فيه المساحة بس مش فيه الطول. دلوقتي أنا عارف إن الار بتكون عبارة عن رو اي في ال على ايه، هضرب البسط في ايه والمقام في ايه، فيديك هنا رو ايه. لما اضرب الطول في المساحة، الطول في المساحة يا شباب ده اللي هو الحجم اللي هو الفوليوم. هنا عندك ايه في ايه هيديك طبعا ايه تربيع، يبقى الار بتساوي رو ايه فوليوم على ايه تربيع. ركز بقى كده معايا. دلوقتي هنا عندك نفس المتوازي بالظبط، نفس المتوازي، فبالتالي عنده نفس المقاومة النوعية وعنده نفس الحجم لأنه نفس المتوازي. أنا بس وصلت بطريقتين مختلفتين. نفس المتوازي يبقى برضه نفس الحجم. اتفضل عندك إن الآر مع الإيه تربيع علاقة عكسية، فأقول لك R1 على R2 بتساوي A2 تربيع على A1 تربيع، يعني A2 على A1 والكل تربيع. طب يا شباب كده احنا جبنا قيمة الR1 على الR2، وهو قال لك ايه؟ قال لك انا عاوز الI1 على الI2. هقول لك I1 على I2 بتساوي، طبعا الI عكسي مع الR، يبقى I1 على I2 بتساوي R2 على R1. فبالتالي اقلب النسبة يا شباب، اقلب النسبة دي كده، فاقول لك هنا A1 على A2 والكل تربيع. ده اللي هو الاختيار باء. سلك معدني حجمه الرقم ده اللي هو الفوليوم، ومساحة مقطعه الرقم ده اللي هو الايه، ومقاومته 1.4 ده اللي هو الار. قال لك انا عاوز التوصيلية الكهربية للمعدن، يعني عاوز السجم. ده نفس يا شباب القانون اللي فات، الار عبارة عن رو اي فوليوم على ايه تربيع. الار عبارة عن رو اي فوليوم على ايه تربيع. وطبعا ممكن اشيل المقاومة النوعية اللي هي رو اي من البسط واحط مكانها في المقام سجم. انا عاوز ايه؟ انا عاوز السجم. هقول لك والله السجم هتساوي طرفين في وسطين، هتكون عبارة عن فوليوم مقسوم على ار في ايه تربيع. الحجم عندك 2 في 10 أسلوب 4، الار 1.4، الايه اللي هو الرقم ده هو ربعه، عبارة عن 4 في 10 أسلوب 5، واربعها بالشكل ده. نحسب مع بعض. اداك 100,000 يا شباب، 100,000 طبعا اللي هو 10 أس 5، يبقى الاختيار ده هو الصحيح. بيقول لك مكعب معدني طول ضلع ال عند توصيل وجهين متقابلين له بطرفي دائرة كهربية كانت المقاومة الكهربية له R. قال لك فإنه يمكن تعيين التوصيلية الكهربية لهذا المعدن من العلاقة إيه بالظبط؟ هو عاوز قيمة السجم يا شباب. طبعا أنا عارف إن الR المقاومة الكهربية بتكون عبارة عن L على سيجما في إيه؟ من القانون ده لو أنا عاوز أجيب السيجما طرفين في وسطين هتكون عبارة عن L على R في A. طيب ده مكعب مساحة وجهه عبارة عن L في L يعني L تربيع. ادي عندك L تربيع، L في البسط تروح مع التربيع في المقام،
يتفضل عندك 1 على ار في ال، ده اللي هو الاختيار د. قال لك سلكان من النحاس طول الأول 10 متر، دي هسميها ال واحد، وكتلته 1/10 كيلو جرام، ده الام واحد، وطول الثاني 40 متر، ده اللي هو ال اتنين، وكتلته 2/10 كيلو جرام، ده اللي هو ام اتنين. قال لك فإن النسبة بين مقاومتيهما، هو عاوز ار واحد على ار اتنين. طبعا لو انت مش حافظ القانون في الامتحان تعمل ايه؟ ركز معايا. طبعا انا عارف ان الار المقاومة الكهربية بتكون عبارة عن رو ايه في ال على ايه. انا هضرب البسط في ال والمقام في ال، فيديك هنا رو ايه. هضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام، ال في ال هيديك ال تربيع. عندك الايه في ال، الايه في ال مساحة المقطع في الطول هيديك الحجم. طيب القانون ده فيه الطول وفيه الحجم، انا عاوز قانون تاني يكون فيه الكتلة. اعمل ايه بقى؟ هضرب البسط في رو والمقام في رو. بعد كده اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. البسط في البسط هيديك رو ايه ال تربيع في رو. طبعا رو ايه المقاومة النوعية، الرو اللي هي الكثافة. عندك بقى هنا الفوليوم في رو، الحجم في الكثافة اللي هو الكتلة. يبقى المقاومة الكهربية يا شباب عبارة عن القانون ده كده، ده اللي أنا هستخدمه. طب إحنا قلنا لما نحب نقارن نحذف إيه؟ نحذف الثوابت. قال لك سلكان من النحاس، من النحاس يعني من نفس المادة، من نفس المادة عندهم نفس المقاومة النوعية ونفس الكثافة. يتفضل بس عندك إن الآر بتتناسب مع ال تربيع مقسومة على ام. فأقول لك أنا والله ار واحد على ار اتنين. عندك الار مع ال تربيع علاقة طردية، فأقول لك ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع. الار مع الام علاقة عكسية، فأقول لك ام اتنين على ام واحد. نعوض مع بعض. ال واحد ب10 يبقى 10 تربيع، ام اتنين ب2/10، ال اتنين ب40 يبقى 40 تربيع، ام واحد بكام؟ 1/10. نحسب مع بعض 10 تربيع في 2/10 على 40 تربيع في 1/10. تطلع عندك النسبة عبارة عن 8، ده اللي هو الاختيار د. بيقول لك في الشكل الموضح سلكان اكس واي من نفس المادة، من نفس المادة يعني عندهم نفس المقاومة النوعية، نفس الرو اي، وطبعا نفس الكثافة، دول كده مع بعض ثوابت. قال لك إذا كانت كتلة السلك إكس تساوي 5 جرام، دي هسميها الإم إكس، والسلك واي تساوي 10 جرام، دي هسميها الإم واي. قال لك أنا عاوز إيه؟ قال لك أنا عاوز آر إكس على آر واي. طيب هنا مديك الكتل ومديك الأطوال، صح كده؟ فناخد القانون ده يا شباب اللي هو رو إيه؟ اللي تربيع رو على إم. يبقى الآر عبارة عن رو إيه؟ اللي تربيع في رو على ام. انا عاوز اقارن فاحذف الثوابت، احذف الرو واحذف الرو ايه، واقول لك انا والله ار واحد على ار اتنين بتساوي الار مع ال تربيع علاقة طردية، يبقى هنا ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع. الار مع الام علاقة عكسية، فاقول لك ام اتنين مقسومة على ام واحد. ركز بقى كده معايا، هنا ال واحد بال يبقى ال تربيع، ال اتنين بنص ال اربعها هيديك ربع ال تربيع في عندك ام اتنين اللي هي يعني ام واي ب10 جرام، وعندك ام واحد او ام اكس ب5 جرام. هنا عندك ال تربيع في البسط تروح مع ال تربيع في المقام،
هنا على الخمسة فيها الواحد، على الخمسة فيها الاتنين. يتفضل عندك 2 مقسومة على ربع، تطلع عندك النسبة 8/1. ده اللي هو الاختيار ج. في الشكل المقابل موصل طوله الرقم ده اللي هو قيمة الطول، ومقطعه على شكل نصف دائرة قطرها 2 ملي متر، ده اللي هو القطر. يبقى الار أو نصف القطر عبارة عن 1 ملي متر. يمر به تيار كهربي، فإذا علمت أن المقاومة النوعية للسلك تساوي الرقم ده، مديك قيمة الرؤية أو المقاومة النوعية. قال لك أنا عاوز المقاومة الكهربية لهذا السلك. طبعا المقاومة الكهربية R بتكون عبارة عن رو ايه في ال على باي ار تربيع، صح كده؟ الار عبارة عن رو ايه في ال على ايه، وانا فكيت الايه لباي ار تربيع. لكن ده سلك مساحة مقطعه على شكل نصف دائرة، فاضرب هنا كده في نص ونعوض بقى مع بعض يا شباب. هنا عندك المقاومة النوعية او الرؤية مديها لك عبارة عن 10 أساليب 6. الطول مديهولك نعوض بيه. هنا عندك نص، الباي مديها لك نعوض بيه. الار بقى بكام؟ ب1 ملي متر. ركز معايا هقول لك واحد، انا عاوز احول من ملي متر الى متر، فطبعا اضرب في 10 أساليب 3. يبقى هنا 1 في 10 أساليب 3، وطبعا اربعها تطلع معاك 2 اوم. بيقول لك اسطوانة مجوفة من معدن مقاومته النوعية الرقم ده، مدوك قيمة الرو ايه، طولها 1 متر، ده اللي هو ال. قال لك ونصف قطريها الداخلي والخارجي، مديك الار 1 ومديك الار 2. قال لك فإن المقاومة الكهربية بين طرفي الأسطوانة تساوي. هو عاوز المقاومة الكهربية. طبعا المقاومة الكهربية R بتكون عبارة عن رو اف ال على باي ار تربيع. لكن هنا عندك اسطوانة مجوفة عندها نصف قطر داخلي R1 ونصف قطر خارجي يا شباب اللي هو الار 2. فأقول لك هنا الار المقاومة الكهربية عبارة عن رو اف ال على باي. هنا بقى هفتح قوس وأقول لك R2 تربيع ناقص R1 تربيع. نعوض بالرو ايه، وطبعا الطول بواحد، يبقى عندك الباي في الار 2 عبارة عن 2. قال لك ملي متر، يبقى اضرب في 10 أس كام؟ -3. وطبعا اربعها ناقص الار 1 اللي هو 1 في 10 أس 3، وطبعا اربعها تطلع معاك 2.1 في 10 أس 3. ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك الشكل اللي بين المقابل يمثل العلاقة بين مقاومة سلك R وطوله، فإذا علمت أن مساحة مقطع السلك 1/10 سنتيمتر مربع، ده اللي هو الإيه؟ قال لك أنا عاوز المقاومة النوعية لهذا السلك، يعني عاوز الرؤية يا شباب. طيب القانون بيقول لك إن الآر عبارة عن رؤية في ال على إيه؟ أنا عاوز الرؤية، يبقى الرؤية طرفين في وسطين، هتكون عبارة عن R في إيه مقسومة على ال. نعوض مع بعض. ناخد أول قيمتين يا شباب، ناخد الار ب15 وناخد ال ب30 متر. يبقى الار عندك هنا ب15 والمساحة مديها لك 1/10 سنتيمتر مربع، يبقى 1/10 في 10 أس كام؟ 10 أس ب4. أنا عاوز أحول من سنتيمتر مربع إلى متر مربع، فأضرب في 10 أس ب4 والطول عندك 30 متر. 5 في 10 أس ب6، ده اللي هو الاختيار باء. قال لك أنا عاوز مقاومة السلك الذي طوله 25 متر.
لما يكون عندك الطول ب25 متر اهو. يبقى المقاومة الكهربية هتكون موجودة في المكان ده كده يا شباب، اللي هو النص من 10 ل15، اللي هو طبعا 12.5. يبقى الاختيار ج. بيقول لك الشكل المقابل يعبر عن العلاقة البيانية بين المقاومة الكهربية R والطول L لمجموعتين من الأسلاك X و Y مصنوعة من النحاس، فتكون النسبة بين مساحتي مقطعي الأسلاك AX على AY. طيب لما يكون مديك رسم بياني وأنا عاوز أقارن بين حاجتين، أول حاجة أعملها طبعا أكتب القانون بتاعنا. الR عبارة عن رو E في L على A، ودي هسميها رقم 1. بعد كده احسب الميل يا شباب. هقول لك والله الميل بيساوي الميل من الرسمة عبارة عن ايه؟ عبارة عن R مقسومة على L. يبقى هنا عندك الميل عبارة عن دلتا R مقسومة على دلتا L. ده الميل من الرسم. طيب عندك بقى الميل من القانون. لما اقسم الR على L من القانون يديك ايه؟ يديك رو E مقسومة على ايه؟ يبقى هنا عندك رو E مقسومة على ايه؟ يبقى الميل بيساوي رو ايه على ايه. لو انا عاوز اجيب الايه دلوقتي يا شباب، قال لك سلكين من ايه؟ من النحاس، يعني المقاومه النوعيه مقدار ثابت. يتفضل بس عندك ان الايه عكسي مع الميل، الايه عكسي مع الميل، فبالتالي هقول لك هنا ان ايه اكس على ايه واي. احنا قلنا علاقه عكسيه، هتكون عباره عن ميل الواي مقسوم على ميل الاكس. وطبعا الميل بيكون عبارة عن تان الزاوية، ميل الواي هيكون عبارة عن تان 30. ميل بقى الاكس هيكون عبارة عن تان 60. انا باخد الزاوية مع محور السينات، تطلع النسبة تلت. تان 30 على تان 60. بيقول لك الشكل اللي بين المقابل يوضح العلاقة بين فرق الجهد V عبر سلك طوله 5 متر. مديك الطول ب5 متر ومساحة مقطوعة مديها لك 1/10 ملم مربع، ده اللي هو الايه. مديك علاقة هنا بين الفي مع الاي. قال لك انا عاوز ايه؟ قال لك فإن التوصيلية الكهربية لهذا السلك تساوي. طيب انا عشان اجيب التوصيلية الكهربية لازم الاول اجيب المقاومة الكهربية، وانا عارف ان المقاومة الكهربية ار بتكون عبارة عن الفي مقسومة على الاي، وليكن ناخد الفي ب2 وناخد الاي ب1/10. يبقى هنا عندك 2 مقسومة على 1/10. هيديك 20 اوم، ده اللي هو المقاومة الكهربية. طب أنا عارف إن الآر عبارة عن ال على سيجما في إيه؟ من القانون ده لو أنا عاوز أجيب السيجما طرفين في وسطين، الآر مقامها 1 فيديك ال على آر في إيه؟ الطول عندك 5 متر، الآر ب20، مديك المساحة هنا 1/10 ملي متر مربع. أنا عاوز أحول إلى متر مربع، فأقول لك 1/10 في 10 أس كام بقى؟ في 10 أس ب6. نحسب مع بعض. تطلع معاك 2.5 في 10 أس 6، ده اللي هو الاختيار ج. بيقول لك الشكل بين المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد V والتيار I المر في سلكين A و B من نفس المادة. من نفس المادة يعني نفس المقاومة النوعية. يبقى الرؤية يا شباب مقدار ثابت. قال لك إذا كان السلكان لهما نفس الطول، نفس إيه؟ نفس الطول، يبقى هنا ال برضه مقدار ثابت. ومديك هنا مساحة مقطع السلك B، مديك ال A للسلك B.
قال لك انا عاوز مساحه مقطع السلك ايه تساوي، يعني عاوز مساحه المقطع للسلك ايه يا شباب. طب يا شباب هنا مديك رسم بياني، هنجيب الميل. عندك الميل هنا هيكون عباره عن في على اي، في دلتا في مقسومه على الدلتا اي. لما اقسم الفي على الاي طبعا هيديك المقاومه الكهربيه، يبقى الار هنا هي نفسها الميل. فلما اقول لك ار ايه على ار بي هتساوي ميل الاي مقسوم على ميل البي. وطبعا الميل بيكون عبارة عن تان الزاوية، ميل الاي عبارة عن تان 30، ميل البي عبارة عن تان 60، تطلع عندك النسبة عبارة عن تلت. طيب هنا أنا عاوز أجيب مساحة مقطع السلك ايه. دلوقتي أنا عارف إن المقاومة الكهربية ار بتكون عبارة عن رو ايه في ال على ايه. هنقارن فنحذف الثوابت. عندك هنا المقاومة النوعية ثابتة والطول ثابت، فنحذف ال ورو اي. يتفضل عندك ان الار مع الاي علاقة عكسية، فاقول لك هنا ار اي على ار بي هتكون عبارة عن اي بي مقسومة على ايه للسلك ايه. الار اي على الار بي جبناها مرة بتساوي تلت. مساحة مقطع السلك دي مديها لك 3 في 10 أس ب6 على مساحة مقطع السلك مش عارفينها، طرفين في وسطين. يبقى مساحة مقطع السلك ايه أضرب ده في ده فيديك 9 في 10 أس ب6 متر مربع. ده اللي هو الاختيار باء. قال لك إذا كان السلكان لهما نفس مساحة المقطع، يبقى يا شباب هنا ال A مقدار ثابت، وطول السلك B مديهولك 3 أمتار، ده اللي هو ال B. قال لك أنا عاوز طول السلك A. طبعا المقاومة الكهربية R بتكون عبارة عن رو A في L على A. نحذف الثوابت، نحذف الرو A ونحذف ال A. يتفضل بس عندك إن ال R مع ال L علاقة طردية، يبقى هنا ار اي على ار بي هتكون عبارة عن ال اي مقسومة على ال بي. الار اي على الار بي قال لك بتلت، ال اي مش عارفينها، ال بي مديها لك عبارة عن 3 أمتار. طبعا هنا أنا عاوز أجيب ال اي، يبقى طرفين في وسطين، تطلع عندك 1 متر، ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك الشكل المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد V بين طرفي سلكين X و Y لهما نفس الطول والتيار I المر في كل منهما. مديك علاقة بين ال V مع ال I. قال لك فإذا كانت النسبة بين مساحتي مقطعي السلكين ال AX مقسومة على ال AY هو الرقم ده. قال لك أنا عاوز النسبة بين المقاومة النوعية للسلكين. طيب أول حاجة هنا مديك علاقة بين ال V مع ال I، فأنا أعرف أجيب ال R. ممكن أقول لك RX على RY بتساوي، طبعا ال R بتكون عبارة عن V مقسومة على I بالنسبة للموصل X. أقسم ال V بتاعته اللي هي 2 على ال I بتاعته 6/10، يبقى 2 مقسومة على 6/10 هيديك 10 على 3. نفس الكلام بالنسبة للسلك يا شباب، نقسم ال V بتاعته على ال I بتاعته 1.6 على 1 هيديك طبعا 1.6، يبقى الكلام ده على 1.6، تطلع عندك هنا النسبة 25 على 12.
طيب ركز بقى كده معايا. هو القانون بيقول لك ان الار بتكون عباره عن رو ايه في ال على ايه. من القانون ده لو انا عاوز اجيب رو ايه طرفين في وسطين، هتكون عباره عن ار في ايه مقسوم على ال. ار في ايه مقسوم على ال. قال لك هنا عندهم نفس الطول، يبقى الطول مقدار ثابت نحذفه، فيكون عندك الرو اي هنا طردي مع الار وطردي مع الايه. يبقى يا شباب هنا رو اي اكس على رو اي واي هتكون عبارة عن ار اكس اي اكس على ار واي في اي واي. ركز بقى كده معايا. عندك الار اكس على الار عندك الار اكس على الار واي جبناها مرة 25 على 12، يبقى ار اكس على ار واي عبارة عن 25 على 12. عندك اي اكس على اي واي عبارة عن 12 على 25، يبقى في 12 على 25. تطلع عندك النسبة 1/1. ده اللي هو الاختيار باء. بيقول لك الجدول المقابل يوضح قيم مختلفة لأطوال ومساحات مقطع ومقاومات نوعية لأسلاك مصنوعة من مواد مختلفة. قال لك أي هذه الأسلاك يمر به تيار كهربي شدته 2 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 10 فولت. هنا مديك الآي ب 2 أمبير ومديك الفي ب 10 فولت، فأنا أعرف أجيب المقاومة الكهربية. طبعا الآر بتكون عبارة عن الفي على الآي، 10 على 2 هيديك 5 أوم. فدلوقتي أنا هجيب المقاومة الكهربية لكل سلك من دول يا شباب. اللي يطلع عندك 5 أوم هيكون هو إيه الصحيح. طبعا الآر عبارة عن رو إي في ال على إيه. هو هنا مديك رو إي ومديك ال ومديك الإيه. بالنسبة للسلك الأول عندك المقاومة النوعية 5 من 100، بس ركز معايا هنا قال لك في 10 أس كام؟ 10 أس ب4. الطول ب10 متر والمساحة 1/10، لكن عندك هنا سنتيمتر مربع فأحوله طبعا لمتر مربع، فأضرب في 10 أس ب4. طلع عندك هنا 5 أوم. ده ينفع معانا يبقى إيه السلك الأول. قال لك أي هذه الأسلاك يعطي كمية حرارة أكبر من باقي الأسلاك عند مرور نفس التيار خلال نفس إيه الزمن. دلوقتي أنا محتاج أجيب المقاومة الكهربية لكل واحد فيهم. هنغير بس الرو إيه. تمام. هنا 25 من 100 أهيت، وعندك هنا الطول ب5، وعندك هنا المساحة بنص، هيديك 2.5 أوم. ماشي. هنا عندك 5/10 والطول ب5 والمساحة 1/10، تطلع عندك 25 أوم. نجرب دال. عندك هنا 5 من 1000 والطول بنص والمساحة برضه بنص، اداك 5 من 1000. طيب يا شباب، قال لك أي هذه الأسلاك يعطي كمية حرارة أكبر من باقي الأسلاك عند مرور نفس التيار في نفس الزمن. دلوقتي الطاقة الكهربية اللي هي الدبليو بتكون حاجة من 4. ممكن أقول لك هنا I في V في T، أو I تربيع في R في T، أو عبارة عن V تربيع على R في T. سيبك من القانون الأول ده يا شباب، مش محتاجينه خالص. قال لك هنا إيه عند مرور نفس التيار، فآخد القانون هنا اللي فيه الآي. نفس التيار يبقى الآي ثابت، ونفس الزمن فبرضه التي ثابت. يتفضل عندك إن الطاقة مع المقاومة الكهربية علاقة طردية. الورك أو الطاقة
طردي مع المقاومة الكهربية. قال لك أنا عاوز أكبر كمية طاقة حرارية. أكبر كمية طاقة يعني أكبر مقاومة كهربية، طبعا اللي هي 25. يبقى السلك الثالث بيقول لك أي هذه الأسلاك يعطي قدرة حرارية أقل من باقي الأسلاك عند توصيل كل منها بنفس فرق الجهد. قال لك إيه نفس فرق الجهد؟ فآخد القانون بتاع الباور اللي هو فيه الفي. طبعا الباور بيكون عبارة عن في تربيع مقسومة على الآر. قال لك نفس إيه؟ نفس الجهد، يبقى الفي هنا مقدار ثابت. يتفضل بس عندك إن الباور عكسي مع الآر. أنا عاوز أقل باور فأختار أكبر آر. طبعا أكبر مقاومة كهربية اللي هي 25 أوم، ده اللي هو السلك الثالث. بيقول لك موصلان اكس واي زد كي منتظمة المقطع من نفس المعدن، عندهم نفس المقاومة النوعية، نفس الرو اي، وطولهما ال و2 ال على الترتيب، وكل منهما متصل في دائرة كهربية كما بالشكلين التاليين. قال لك إذا كانت القدرة الكهربية المستهلكة في الموصلين متساوية فإن النسبة بين مساحتي مقطعي الموصلين. قال لك هنا إيه؟ القدرة المستهلكة متساوية، يعني الباور ثابت. الباور ثابت. طب يا شباب أنا عاوز علاقة بين المساحات، فأكتب القانون بتاع الباور اللي فيه فرق الجهد. طيب ركز بقى كده معايا دلوقتي. والله أنا عارف إن الباور بيكون عبارة عن أي تربيع في آر. يعني الباور عبارة عن أي تربيع، ممكن أفك الآر إلى رو إيه في ال على إيه. طب من القانون ده لو أنا عاوز أجيب الإيه؟ طرفين في وسطين، هتكون عبارة عن أي تربيع في رو إيه في ال مقسومة على الباور. هقول لك المقام على المقام بيساوي البسط على البسط. أنا عاوز أقارن فأحذف الثوابت، نفس الرو إيه ونفس الباور. يتفضل عندك هنا إن الإيه بتتناسب طردي مع الأي تربيع وطرد مع ال. ده هسميه 1 وده هسميه 2. يبقى إيه 1 على إيه 2 عبارة عن أي 1 تربيع في ال 1 على أي 2 تربيع في ال 2. الأي 1 بأي أربعها يديك أي تربيع. الأي 2 ب2 أي أربعها هيديك 4 أي تربيع. ال 1 بال وال 2 ب2 ال، يبقى هنا ال وهنا 2 ال. فدلوقتي ال مع ال أي تربيع مع أي تربيع، تطلع عندك النسبة عبارة عن 8. ده اللي هو الاختيار ده. سلك مقاومته الكهربية R يستهلك قدرة كهربية باور عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه V. قال لك فإذا سحب السلك بانتظام بحيث زاد طوله للضعف، يعني L2 بتساوي 2 L1. قال لك ووصل طرفاه بنفس فرق الجهد نفس ال V، فإن السلك يستهلك قدرة كهربية مقدارها كام بالظبط؟ طب يا شباب قال لك هنا سحب السلك، فبالتالي هقول لك R1 على R2 بتساوي L1 تربيع على L2 تربيع. طبعا الR مع ال علاقة طردية، وقال لك سحب فأربع الأطوال. عندك L1 تربيع زي ما هي، L2 ب2 L1 لما ربعها هيديك 4 L1 تربيع. L1 تربيع مع L1 تربيع، يتفضل عندك النسبة عبارة عن ربع، يبقى R2 طرفين في وسطين هتكون عبارة عن 4 R1. ركز بقى كده معايا،
دلوقتي والله انت عندك الباور بيكون عبارة عن اي تربيع في الار، او الباور عبارة عن في تربيع مقسوم على الار. قال لك نفس فرق الجهد، فاخد القانون اللي هو عنده الفي. قال لك نفس ايه؟ نفس فرق الجهد، يبقى الفي تربيع مقدار ثابت. يتفضل عندك ان الباور عكسي مع الار. طب هنا احنا زودنا المقاومة الكهربية لأربع أمثال، فالباور يقل إلى الربع. يقل إلى الربع، يبقى باور 2 عبارة عن ربع باور 1. ده اللي هو الاختيار ده. سلك طوله 2 متر، ده اللي هو الطول، ومساحة مقطعه الرقم ده. قال لك إذا كان فرق الجهد بين طرفي السلك 20 فولت، ده اللي هو الفي، ومديك القدرة 10 واط، ده اللي هو الباور. قال لك أنا عاوز المقاومة النوعية للسلك تساوي. طيب عشان أجيب المقاومة النوعية لازم الأول أجيب المقاومة الكهربية. طب هو مديك الباور، وأنا عارف إن الباور بيكون عبارة عن في تربيع مقسوم على الار. الباور عندك ب10، الفي عندك ب20، أربعها يديك 400، يبقى 400 على ار. أنا عاوز الار المقام على المقام بيساوي البسط على بسط، 400 على 10 هيديك 40 اوم. ده اللي هو المقاومة الكهربية يا شباب. طيب دلوقتي بقى أنا عارف إن الار بتكون عبارة عن رو اي في ال على ايه. أنا عاوز رو اي، يبقى رو اي طرفين في وسطين عبارة عن ار في ايه مقسوم على ال. نعوض مع بعض، الار عندك ب40 والايه مديها لك اللي هو الرقم ده، نعوض بيه، والطول مديهولك 2 متر. هيطلع معاك الاختيار ج هو الصحيح. طيب قال لك انا عاوز عدد الالكترونات التي تمر عبر مقطع منه خلال دقيقة. مديك هنا الزمن 60 ثانية، وقال لك انا عاوز ان عدد ايه؟ الالكترونات. طيب يا شباب هنا مديك الار، احنا جبنا الار ومديك الفي، فاعرف اجيب الاي. دلوقتي والله انا عارف ان الاي عبارة عن الفي مقسومة على الار. الفي عندك ب20 والار احنا جبناها ب40، تطلع عندك نص امبير. طب انا عارف ان الاي عبارة عن ان في ايه مقسومة على التي. لو انا عاوز اجيب الان هتكون عبارة عن اي في تي على ايه. نعوض مع بعض، الاي بنص هنا نعوض بيها، يبقى نص التي 60 ثانية، والاي طبعا احنا حافظينها 1/6 في 10 أس كام؟ في 10 أس 19. ده اللي هو الاختيار د.